سمعت صوت جاي من وراها. اهلا يا سما. لفت بسرعة وتتصدم لما لقيت اللواء اللي كان مكلفها بشغل زمان. اياه، ليك وحشة والله يا راجل. ضحك عليها. اهلا باللمضة بتاعتنا، نورتي مصر والله. بنورك. ليه جيتي هنا؟ انتي بتجازفي بحياتك يا سما، كده من غير ما تحسي. الموضوع اتنسى خلاص، وكده كده انا في نظر الكل مش موجودة، ومحدش هيجي في باله ابدا وجودي. بس برضو يا سما، انت عارفة ان شغلنا مع ناس كتير، ولازم تخلي بالك من نفسك اكتر من كده، ولا ايه؟ عندك حق، وانا بعمل ده. بس حقيقي شقتي وحشتني، وحياتي كلها وحشتني. على يدك اتحرمت من كل حاجة في حياتي، حتى الشخص اللي حبيته راح من ايدي خالص خلاص. بصلها وهو عارف انها حزينة. هو انت عرفتي ان آسر؟ عرفت انه اتجوز، ايوه، وفي شهر العسل دلوقتي، وشكله بيحبها قوي كمان. بس هي مين دي؟ دي حفيدة الدكتور نادر، وقريبة الرائد أسد. اه تمام. أنا عارف قد إيه انتي موجوعة، وإنك زعلانة إنه بقى مع غيرك دلوقتي يا سما. خدت نفس طويل وتسيطر على نفسها. الموضوع انتهى لما بديت شغلي على حبي، واخترت واجبي تجاه شغلي عن قلبي. يبقى الغلط عندي أنا مش هو. المهم إنك لازم تمشي من هنا دلوقتي علشان محدش يشوفك يا سما. انت كده في أمان. يلا بينا. خدها ونزلوا ومشوا من عند الشقة. وصل أسد قدام الشقة بتاعت سما، وراح طلع للشقة بتاعت سما، فتح الباب ودخل وبص على أركان الشقة، ولأن الشقة مقفولة بقالها أكتر من 5 سنين فكانت مليانة تراب. خد باله من حاجة وبص على الأرض، شاف خطوات على الأرض، نزل لمستوى الأرض وبص على الخطوات اللي كانت معلمة في التراب. في حد كان هنا. الخطوات دي لسه جديدة، يعني ده حصل النهاردة أو من شوية. وركز قوي. دي رجل ست ودي راجل. كان في ست وراجل هنا. وراح قام بسرعة. بس ازاي؟ مين جه هنا؟ شك بدأت أتأكد منه، وإن كده كده أكيد سما عايشة. كل ده لا يمكن يكون صدف. وكان عمال يبص وبيحاول يشوف أي دليل يعرف مين كان هنا، لكن ملقاش حاجة. أنا لازم أعرف، لازم. وراح قايم وخرج من الشقة وهو عمال يفكر هيعمل إيه. وراح ساق العربية وعند سما وصلها الشقة اللي هتقعد فيها. خلي بالك من نفسك، وأنا هاجي أطمن عليك يا بنتي. إن شاء الله. شكرا لحضرتك على كل حاجة. على إيه؟ ما عملتش حاجة. حقيقي شكرا ليك. نزلت من العربية وراحت طلعت شقتها اللي هتقعد فيها، وراح ساق وراح على الفيلا عنده. وصل وقعد وهو سرحان في اللي عمله في حق ياسر وسما. وأسد فضل يفكر ويجمع الخيوط. حد واحد بس اللي هيقدر يجاوبني على كل الأسئلة اللي بتدور في دماغي دي، ولازم أعرف منه كل حاجة. وراح أسد ساق ووصل الفيلا، ونزل من العربية، خبط على الباب وفتحت له الشغالة. أهلا سيادة الرائد. أهلا بيكي، هو موجود؟ اه موجود في مكتبه. طب بلغيني عايزه. تمام ماشي، اتفضل. طيب على ما بلغه إن حضرتك موجود. تمام. قعد وهي طلعت لفايز. حضرتك الرائد أسد موجود تحت، بيقول إنه عايز حضرتك. أسد تمام، خليه يجي. تمام. ونزلت له. اتفضل يا سيادة الرائد، هو مستنيك في مكتبه. تمام ماشي. وراح طلع لفايز ودخله. اتفضل يا أسد ارتاح. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله كويس، وأنت أخبارك إيه؟ الحمد لله كويس. خير، كنت عايزني في إيه؟ في حاجة يا أسد؟ إيه الحكاية؟ حكاية إيه؟ سما. اتصدم شوية وبصله. سما؟ سما مين؟ أكيد حضرتك ما نسيتش سما، هو إحنا نعرف كام سما؟ مالها الله يرحمها؟ حضرتك أكيد عارف إنها عايشة، ومش بعيد تكون أنت اللي ساعدت سما تعمل نفسها ميتة. إيه التخاريف دي يا سيادة الرائد؟ الزم حدودك معايا. مش تخاريف. أنا شفت واحدة شبه سما، ومتأكد إن أكيد هي، لأنها كانت في فرح ياسر. اتصدم إن سما حضرت فرح ياسر واتعصب. يخلق من الشبه 40، أو ممكن وهم. هي خلاص الله يرحمها، دي بقالها سنين، جاي تقول كده دلوقتي؟ يعني حضرتك مش هتقولي الحقيقة وإن سما عايشة وتعرفني أنت ليه عملت كده؟ أنا ما عملتش حاجة، ومعرفش أي حاجة عن اللي بتقوله ده. شوف شغلك وبلاش كلام فاضي يا سيادة الرائد. والله. أيوة. وقام فايز. خلص وقت الكلام ما بينا، أنا ورايا شغل. قام أسد وقف. طريقتك دي تأكد إني شك في محله. بس ليه عملت كده؟ ليه تدمر آسر؟ ليه؟ إيه الكلام ده؟ أنا بقولك أنا معرفش أي حاجة عن الكلام اللي عمال تقوله ده، دي تخاريف أصلا. متأكد إن ليك يد، وما تنساش إني تعليمك، يعني هعرف الحقيقة كلها، وهجيلك واحكي لك الحقيقة اللي وصلت لها. خرج أسد وقعد فايز وهو متضايق إن سما اتصرفت من دماغه وحضرت فرح آسر وروز. خرج أسد ركب العربية وهو متأكد إن فايز ليه يد في اختفاء سما السنين دي كلها. وصل القصر بعد ما تعب من التفكير، وطلع على أوضته غير هدومه وقعد يفكر، وهو حاسس إنه هيتجنن. وعند روز وآسر. صحيت روز وبصت على آسر اللي كان نايم وشكله هادي وجميل، وراحت بست دماغ آسر وضحكت على هدوءه وهو نايم. يا سلام على الهدوء والرزانة اللي انت فيها دي وانت نايم كده يا آسر. سرحت شوية وراحت قامت جهزت نفسها. هنزل على تحت. راحت نزلت على تحت، وقفت قدام البحر وخدت نفس طويل وهي سرحانة في كل اللي جاي من حياتها. وقرب من روز شاب. روز. لؤي. ايه ده كله يا بنتي؟ يا بقالك كتير قوي مشفتكيش. وانا كمان بجد غيبة طويلة قوي يا استاذ لؤي. لؤي وروز كانوا مع بعض في الجامعة وكانوا صحاب جدا. تعملي ايه هنا؟ في شهر البصل. ايه ده؟ العسل يا سيدي. ايه يا واطيه اتجوزتي وانا اللي كنت بكون نفسي عشان اجي اتجوزك بسرعه؟
لسه بتحب الهزار زي ما انت وطريقتك زي ما هي؟ طب تعالي نقعد ونرغي شوية، ايه رأيك؟ وماله، يلا بينا. قعدوا مع بعض قدام البحر وبدأوا يتكلموا مع بعض عن حياتهم. وعند آسر فوق فتح عينه ولقى روز مش موجودة جنبه. هي راحت فين دي؟ قام ودور عليها في الجناح لكن ما كانتش في الجناح. مش هنا، نزلت على تحت، معقولة؟ دخل جهز نفسه وغير هدومه. بس هي فين بالظبط؟ جه يرن عليها، شاف تليفونها، لا كمان تليفونها هنا. وراح دخل التراس ولقاها قاعدة قدام البحر ومعاها لؤي وكانوا عمالين يضحكوا. ايه ده؟ ومين اللي معاها ده؟ يومك مش فايت يا روز. ونزل على تحت، ونزل وكان زي المجنون وعند روز ولؤي. كده يا بنت تخربيه وبحبي؟ اخس عليك يا واطيه، مش قلتلك استنيني يا هاني؟ نسيت العشره اللي بينا في ثانيه كده وكل اللي بينا؟ سمع في الوقت دوت آسر الكلام ده واتصدم، وما كانش يعرف ان لؤي بيهزر ودي طريقه هزاره، واتجنن وبأعلى صوته نده عليها: روز! تتنفض وتخاف من صوته وقامت بسرعه. آسر؟ لا والله. طب كويس انك عارفه اسم جوزي. ايه الكلام ده يا آسر؟ تعالى اعرفك على لؤي. ده لؤي يبقى. ولسه هتكمل وراح نزل بالقلم على وشها وهي برقت من الصدمه. انت حقيره ومقرفه. لؤي اتصدم من طريقه آسر مع روز، وخصوصا انهم في شهر العسل. وروز بصت لآسر بحزن وطلعت تجري من قدامه. انت عملت ايه؟ ازاي تمد ايدك عليها بالشكل ده؟ انت اتجننت ولا ايه؟ وانتوا كمان في شهر العسل؟ وراح آسر ادى لؤي بوكس في عينه وقع على الارض ومشي من قدامه وهو زي المجنون. ولؤي مسك عينه. متجوزه الراجل الاخضر ده ولا ايه؟ عيني طارت، وش الحلو باظ، يا خساره وش الحلو. وهي طلعت على الجناح وهي منهاره ان هو ضربها قدام حد بالشكل ده. انت حيوان وانا بكرهك يا آسر. وآسر فضل يمشي تحت كده وهو متعصب قوي ومش قادر يستحمل ان واحد بيقول لها كده، وكان غيران عليها لدرجه كبيره. فضل ماشي كده وكانت عصبيته عماله تزيد. وراح رجع الفندق وطلع الجناح وكانت هي قاعده على السرير وهو قرب منها وشدها جامد. آسر سيبني بقى، كفايه يا اخي اللي بتعمله ده. انت ايه، ما عندكش احساس كده خالص؟ دلوقتي هاخد كل حقوقي منك يا روز. انت بتقول ايه؟ ايوه هاخد كل حقوقي وحالا يا روز. خافت ورجعت لورا. لا يا آسر بعينك، مش هيحصل. ايه، خايفه ولا خايفه اكتشف انك مش شريفه؟ خايفه اعرف الحقيقه وانك مقرفه وانك زيك زي البنات اياهم اللي كانوا بيكونوا في حضني؟ خايفه مش كده؟ اتصدمت من كلامه عنها. اخرس يا حيوان، انا اشرف منك ومن مليون زيك. اصلا اوعى تغلط، مش هسمح لك ابدا يا آسر تغلط فيا، انت فاهم؟ ومش هتقرب لي على جثتي. وماله، يبقى في كل الحالات هاخد حقوقي منك النهارده يا روز. انا اللي هذلك مش انت عايزه تذليني. مش هرحمك ابدا صدقيني. انت مريض ومجنون، لا يمكن تكون طبيعي يا حيوان يا مقرف. انت ازاي مستحمل نفسك كده؟ ازاي بجد؟ انا مش عارفه انت ايه يا اخي، حرام عليك. وراح جابها من شعرها. احترمي نفسك معايا واعتنسي نفسك، فاهمه؟ سيب شعري، انا اللي مش هسيبك في حالك، انا اللي هدمرك على الاخر يا آسر وهتشوف. ساب شعرها وبصلها من الاول والاخر بكل وقاحه وهي خافت من نظراته ورجعت كام خطوه لورا. جبت ورا يعني دلوقتي؟ وقلع التيشيرت بتاعه. آسر اوعى تعمل فيا كده ارجوك، اوعى تكسرني بالشكل ده يا آسر. ما ينفعش تعمل معايا كده بالشكل ده، لازم التراضي ما بيننا، افهم يا آسر. فضل يقرب منها وهي ترجع لورا من خوفها ومش عارفه هتعمل ايه. فضلت ترجع لورا لحد ما وقعت على السرير. انا عديت لك كتير لكن لحد هنا لا يمكن اعديلك، فاهمه؟ وكان جسمها عمال يترعش من الخوف. اوعى تعمل كده، اوعى. بصلها وعلى بص على هدومها وراح بدأ يقطع لها هدومها وهي فضلت تصرخ. آسر، لا لا يا آسر. قطع لها كل هدومها وهي بتعيط. اوعى يا آسر، لو كان هيكون في حاجة حلوة بينا في يوم من الأيام لو عملت كده هتخليه مستحيل يكون في بينا حاجة حلوة في يوم من الأيام، هتخلي أي خطوة بينا تكون مستحيلة، افهم. كان زي الوحش ومش شايف ومش سامع حاجة، وعمال يفتكر أفعالها وكل كلامها عنه وعن نفسها ووقوفها مع لؤي، وكل ده عمال يجي قدامه. وكان زي الوحش وبدأ يقرب منها وهي كانت بتعيط، وبدأ يفوق من صوتها ومن الأصوات اللي في دماغه، وبصلها وبعد عنها بسرعة وهي كانت بتعيط بانهيار. حط الغطا عليها وخد التيشيرت بتاعه ولبسه وخرج بسرعة من الأوضة، وصدم من نفسه اللي كان هيعمله معاها. ازاي كنت هعمل كده؟ انا عمري ما غصبت واحده على حاجه، هغصب مراتي على حاجه حتى لو هي سيئه؟ كان لا يمكن اغصبها. وهي لفت الغطا عليها وفضلت تعيط من الخوف اللي اتعرضت له وطريقته، وجسمها كان عمال يتنفض. ليه كده يا آسر؟ ليه كنت هتعمل كده؟ حرام عليك، ازاي كنت ههون عليك؟ وفضل يمشي هو وكان مش طايق نفسه وقرفان من نفسه ومتضايق، ونزل البحر وفضل يعوم كتير وكان عمال يطلع غضبه في العوم على قد ما يقدر. وهي قامت دخلت قعدت في البانيو ودموعها كانت عماله تنزل منها. فضلت فتره طويله في البانيو ومش عارفه قد ايه. وجعتني قوي بطريقتك يا آسر، ليه؟ ايه اللي بتعمله ده ليه؟ وطلعت من البانيو ولبست وقعدت على السرير تفكر. وآسر ما كانش رجع. آسر فضل يعوم لدرجة كبيرة قوي مش عارف هو عام قد ايه. خرج من البحر ونام على الرملة وبص للسما. مش قادر من كل اللي بيحصل ده، تعبت خلاص، لا قادر استحمل نفسي ولا قادر استحمل اللي حواليا. وهي قاعدة في وادي تاني خالص وموجوعة من أفعاله معاها. حياتي معاك تقريبا هتكون وجع في وجع وكل حاجة هتأذيني في قربك، وجودك مؤذي يا آسر. لازم أعمل حاجة. أنا لا يمكن أوجع نفسي أو أهين نفسي معاك، لا يمكن أستحمل تهين فيا. مش روزي اللي تتهان. مش هقبل بالإهانة خالص مهما حصل يا آسر. وفضلت تعيط. وعند سما ما كانتش عارفة تنام وعمالة تتقلب وهي حزينة وهتتجنن من كتر التفكير في آسر. أكيد دلوقتي هو في حضنها ومبسوط معاها. هو كده خلاص نسيني ولا هيفتكرني دلوقتي، خرجت من حياته محاني يبقى استيكة للأسف. يا خسارة يا آسر،
انا حياتي وقفت عندك ومش قادره اشوف حياتي من بعدك، حياتي شغل وبس. نسيت ان بنت وليا مشاعر واحاسيس، نسيت كل ده للاسف خلاص. وكانت الساعه بقت 5 الفجر، وكان آسر لسه مرجعش، وروز رغم اللي عمله فيها كانت خايفه عليه. قامت روز بصت من التراس. ما جيتش ليه كل ده يا آسر؟ قلقانه عليك رغم افعالك واللي عملته، خايفه قوي عليك. ازاي اخاف عليك وانت واجعني قوي بالشكل ده؟ وفضلت تدور عليه بعينيها وملوش اثر. راح على فين ده؟ يا ربي استرها بس من عندك يا رب عليه، المشكله اني بخاف عليه رغم اي حاجه. وفضلت رايحه جايه وهي عماله تفكر وعايزه تطمن عليه، لكن مش عارفه ازاي وقلقانه قوي. نزلت على تحت دورت عليه وسالت الاستقبال: هو آسر رجع ولا حاجه هنا؟ لا، من ساعه ما خرج مرجعش. تمام ماشي. خرجت بره تدور عليه وما كانتش لاقيه وسالت الامن: حضرتك شفت جوزي؟ هو خرج ومعرفش راح فين. تمام. دورت شويه وما لقيتش آسر. رحت فين يا آسر؟ حرام عليك انا مش ناقصه بجد. طلعت على فوق مرة تانية وراحت نامت على السرير وما كانش جايلها نوم، لحد ما اتغلب عليها النوم ونامت من التعب. مر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي من غير أي أحداث تانية. وتاني يوم فتحت عينيها بصت في الأوضة وما كانش جه. يو بقى. ولقيت الباب بيتفتح ودخل. وراحت قامت بسرعة وبصت له، هي مش عارفة تقول له ايه. هتقول له كنت خايفة عليه بعد كل اللي عملته فيا، ولا هتقول له ايه؟ بصلها هو كمان وهو مش عارف يقول لها ايه بعد الكل عمله. بصلها هو كمان وهو مش عارف يقول لها ايه بعد اللي كان هيعمله امبارح. الاتنين بصوا لبعض. وراحت روز اتكلمت: طلقني يا ياسر.